إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. اهلا بيكم في فيديو جديد. لو انت مش مشترك في القناه اشترك وفعل الجرس واعمل لايك لو عجبك المحتوى. ولو انت مش متابعني على الانستجرام فانت فايتك كتير قوي قوي قوي، فما تنساش تتابعني. هسيب لك اللينك في الديسكربشن تحت. يلا بينا نبدا. يلا بينا. لقيت واحد كاتب على الفيسبوك: انا زعلان من نوح قوي عشان خد معاه دبان في الفرن. طبعا البوست فيه اساءه لسيدنا نوح، كمان فيه اعتراض على حكمه ربنا في خلقه. بس قلت صحيح، هو ايه فايده الدبان؟ دخلت وقرات 4 أو 5 مقالات علميه عن فوائد الذباب واللي هنختصرهم في الفيديو ده. شايف الحشره المستفزه دي اللي بتفضل تلف وتزن وما تسيبكش في حالك؟ الغريبه بقى واللي انت ممكن تكون اول مره تسمعه ان في اكتر من 110,000 نوع من الدبان. الدبان ده من ضمن الحشرات الاكثر شهره في العالم، وده بسبب تنوعها الواسع. والاكثر شيوعا ان وجود الحشرات دي ما بيعجبش كتير قوي من الناس، ولكن كان من الضروري معرفه دورهم المهم جدا جدا على الكوكب ده، وده وفقا لدراسات مختلفه وكتيره. من المعروف ان لكل انسان على الكوكب ده في حوالي 17 مليون دبانه من بين مئات وملايين الانواع، والانواع دي في منها اللي بيقوم بدوره بتلقيح الازهار والنبات زي شجره الكاكاو المنتجه للشوكولاته. بتوع الشوكولاته هيعيشوا حياه بائسه من غير الدبان. منهم اللي بيشتغل كحلقه وصل بين سلسله الطعام او سلسله الحياه، وده ببساطه لان هم بيكونوا عباره عن غذاء للطيور او كائنات ثانيه. لو فقدنا الحلقه دي ممكن بسهوله في انواع كتير من الطيور والاسماك ينقرضوا، وساعتها مش هنلاقي حاجه ناكلها. يعني ممكن تموتوا من الجوع لو الدبان اختفى. في منهم بقى اللي بيشتغل كمحلل عضوي، وده اهم واحد فيه، لان الذباب بيعمل كمحلل عضوي للكائنات الميته. اكيد كلنا لما بنشوف حاجه ميته بنلاقي الدبان ملموم عليها وتلاقي نفسك بتقول كده ايه القرف ده؟ لكن انت ما تعرفش ان القرف اللي انت بتقول عليه ده هو بينظف لك الكوكب. لان البساطه الدبان بيضع البيض بتاعه على الجثه دي، والبيض بيتحول ليرقات، واليرقات بتاكل الجيفه دي، وبتحول الكلام ده كله لسماد طبيعي. لما بتكبر بتطير وبتستمر دوره الحياه الطبيعيه. ولولا الدبان بالذات وباقي الكائنات المحلله كان زماننا عايشين في كوكب مليان بالعفن. انسى بقى الاستمتاع بالطبيعه والهواء النقي والكلام ده، ما كانش هيبقى فيه منه. في منهم بقى اللي هتستغربوا وانا استغربته شخصيا، واللي هو بيشتغل كمحلل للفيزيائيين. هتقول لي ايه ده، هو بيحلل الفيزيائيين؟ لا، هقول لك مش كده. هقول لك ان الفيزيائيين بيستخدموه عشان يطوروا بيه الابحاث بتاعتهم، زي التطوير من تكنولوجيا الطيران والتطوير من تكنولوجيا التصوير. وده طبقا للابحاث ان الذباب من اكثر الكائنات الحيه على وجه الكره الارضيه تعقيدا في تكوين، وده بسبب طرق طيرانها المعقده، اعلى واسفل وامام والخلف وبص في اي حته. واللحظه اللي انت بترمش فيها بعينك الدبانه دي تقدر انها ترفرف بجناحاتها لمده 50 مره. وبرده الدبانه الواحده عندها 6 عيون مكونه من 4000 عدسه، كل عدسه بتشتغل لوحدها وبتقدر ترصد كل الحركات اللي حواليها. افرح بقى بالطياره بدون طيار والكاميرا 360 درجه اللي انت فرحان بيها. هي برده ما اكتشف الباحثون في الصين، ودي معلومه بصراحه مش مؤكده، الدبان بيساعد على علاج السرطان. ودي بصراحه حاجه انا مش متاكد منها، دي حاجه برضو من ضمن الحاجات اللي انا لقيتها فقلت اقولها لكم برضو على سبيل المعرفه لا المعلومه. حياه الدبانه بقى قصيره، وده على خلاف معظم الكائنات، فتقريبا بتقعد من 15 ل 30 يوم. لكن الحاجه المذهله ان الدبانه الواحده اللي هي الانثى بتضع ما يقرب ل 1000 بيض، رقم كبير قوي، ده عشان نضمن استمرار الذباب. وفي الختام احب اختم بقول الله سبحانه وتعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. وبس كده، دي تكون نهايه الفيديو. لو عجبك المحتوى ما تنساش تعمل بلايك وتشترك في القناه وتفعل الجرس. اشوفك الفيديو الجاي. سلام. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب.